أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله. لعلنا جميعا نتذكر فيلم مراتي مدير عام لشادية وصلاح ذو الفقار. فقد كنا نتصور أن قصة الفيلم نتاج خيال واسع لأديب كبير، وبرع في إعدادها سينمائيا كاتب وسيناريست موهوب. لكن بعد أكثر من نصف قرن على إنتاج وعرض الفيلم، فاجأتنا الإعلامية والإذاعية الكبيرة آمال فهمي، التي لقبت بملكة الكلام وسيدة الناصية، فهي صاحبة أشهر برنامج إذاعي هو برنامج على الناصية، وقالت: أنا البطلة الحقيقية لفيلم مراتي مدير عام. يا ترى إيه حكايتها وعلاقتها ببطلة وقصة الفيلم ده اللي هكلمكم عنه. لو رجعنا للفيلم نلاقي انه يتناول حياة زوجين يعيشان في سعادة، هما حسين عمر وزوجته عصمت فهمي، حيث يبدأ الفيلم باحتفالهما بترقية الزوجة لدرجة مدير عام، إلا أن الزوجة في اليوم التالي تفاجأ بأن ترقيتها مديرا عاما للشركة التي يعمل بها الزوج رئيسا لقسم المشروعات، فتشعر بالسعادة لأنه كما جمعها بزوجها بيت واحد فقد جمعهما أيضا مكان عمل واحد. لكن المفاجأة دي لم تكن سعيدة للزوج، فيشعر بالحيرة والاضطراب، فلم يكن من السهل في ذلك الوقت على الزوج الشرقي ورب الأسرة أن يتقبل أن تكون زوجته رئيسته في العمل ويعمل تحت رئاستها، يخضع لتعليماتها وأوامرها. ويعرض الفيلم لمفارقات ومواقف طريفة لاختلاف طباع عصمت في التعامل معه في العمل عن المنزل، فهي في المنزل الزوجة المحبة المخلصة لزوجها تتفانى في خدمته، أما في العمل فهي المديرة الحازمة التي تريد أن تثبت كفاءتها وتحقق نجاحها بالنهوض بالشركة، مما أدى إلى اختلافهما معا أحيانا في أسلوب تنفيذ العمل، فانعكس ذلك على حياتهما الزوجية. هذا الفيلم تم إنتاجه عام 1966 ويعد من أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وهو قصة الأديب عبد الحميد جودة الصحار، وسيناريو وحوار سعد الدين وهبة، وإخراج فطين عبد الوهاب. إلا أنه بعد أكثر من نصف قرن، وبالتحديد في يناير عام 2018، فتحت الإعلامية والإذاعية الكبيرة آمال فهمي خزينة أسرارها وذكرياتها. ففي حديث لها بجريدة الأهرام فاجأتنا بتصريحها وقالت: أنا البطلة الحقيقية لفيلم مراتي مدير عام. فقد كانت آمال فهمي زوجة للمخرج الإذاعي محمد علوان، صاحب لقب إمبراطور الإذاعة، الذي أخرج روائع التمثيليات الإذاعية عبر أسير الإذاعة، والتي نجحت نجاحا منقطع النظير قبل أن يتم تحويلها إلى أفلام. ومن هذه الروائع شيء في صدري، وجفت الدموع، وفي بيتنا رجل، ونادية، ونحن لا نزرع الشوك، وأنف وثلاثة عيون، والحب الضائع، وصبرين، وغيرها، كما قام بالتمثيل في بعض الأفلام زي الأستاذة فاطمة، وكمان مثل في راية وسكينة والخرساء. ففي عام 1964 تم تعيين آمال فهمي مديرا لإذاعة الشرق الأوسط، فكانت أول سيدة ترأس إذاعة الشرق الأوسط. وعين محمد علوان زوجها مخرجا إذاعيا ومستشارا عاما في إذاعة الشرق الأوسط، وبذلك فهي أصبحت رئيسته المباشرة في العمل، وسوف يعمل تحت رئاستها. شعرت آمال فهمي بالحيرة والحرج، خاصة أنه كان أكبر منها سنا،
كما أن الجميع في الإذاعة والأوساط الإعلامية والفنية يعلمون أنهما زوجان. ولكنه طمنها وقال لها ما فيش أي إحراج، واعتبريني إنسانا يؤدي واجبه كما هو. فكان يحضر الاجتماعات التي كانت تعقدها، لكنها كانت تشعر بالحرج خاصة عندما تختلف معه في الرأي، علشان كده كانت تتحاشى أن تعلن عن رأيها عندما يخالف رأيه، وكان هو الآخر يتحاشى أن يختلف معها علنا أمام الآخرين من الزملاء والعاملين. الفكرة دي شدت اهتمام الأديب عبد الحميد جودة الصحار وسعد الدين وهبة، فقرروا تحويلها لفيلم. وأثناء الإعداد للفيلم كانت الفنانة شادية تتصل بآمال فهمي في التليفون وتسألها بعض الأسئلة والمواقف عنها وعن زوجها محمد علوان. واكتفى الفيلم بالإشارة والتلميح لصاحبة الشخصية الحقيقية من خلال اللقب، فبدلا من آمال فهمي أصبحت عصمت فهمي. لكن بعد زواج استمر 18 عاما وقع الانفصال بين إمبراطور الإذاعة وملكة الكلام في هدوء تام ودون ذكر تفاصيل أو أسباب. فهل انعكست رئاستها له في العمل وأثرت على حياتهما الزوجية، أم كان ذلك سببا ضمن أسباب أخرى، أم لم تكن رئاستها له سببا أو أحد الأسباب على الإطلاق؟ الله أعلم، ورحم الله الإذاعية الكبيرة آمال فهمي.